السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم شوربه ديال الشعير تتجي بنينه بزاف، وهذه هي الوقيته ديالها مع البرد تتجي صراحه رائعه. غادي نطيبوها في الترموميكس، غادي نشلضوا ونقليو ونطيبوها في الترموميكس. درت حبه ديال البصله، حبه ديال المطيشه، وجوج دريسات ديال الثومه. كنشلضهم مزيان، من بعد زدت عليهم تقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت وكنخليهم حتى كيتقلاو وتدبل هذيك المطيشه والبصيله وتنزل مزيان. زدت عليها نص معلقه ديال الملحه، يبزار، خرقوم وشويه ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس، وعندي 200 غرام ديال الشعير اللي غسلته مزيان ورطبته في الماء. زدت عليه شويه ديال الجلبانه مع شويه ديال الخيزو، الخضر نديرو اللي بغينا، وريقه ديال سيدنا موسى. كنغطي عليها مزيان بالماء ونخليها طيب. درت ليها 30 دقيقه، درجه الحراره 120. تنقلبوا الموس وتنديروا المعلقه هي تطيب وهي تتحرك على خاطرها. من بعد ما كدوز 30 دقيقه تنقلبوا الحبه هكا ديال الشعير، بانت لينا طيبه مزيان. كان مازال نقدروا نزيدوها واحد 10 دقائق اخرى. انا هنا غادي نزيد عليها شويه ديال القمرون وحبه ديال الفلفله خضراء هكا مقطعه حلوه، وغادي نخليهم نزيد واحد كاس الماء سخون لان بانت لي قاصحه، ونرجعها طيب واحد 10 دقائق واحده اخرى. بغينا نديروا معاها لحيمه اولا الدجاج نقدروا نديروا من الاول، اولا ما نديروا حتى شي حاجه غير الشعير مع الخضر. تبارك الله، وجبه اللي صحيه ومتكامله. صافي، من بعد ما كدوز 10 ديال الدقائق كتكون الشوربه ديالنا واجده، تتجي بنينه بزاف وصحيه، وهذه هي الوقيته ديالها مع هذا البرد. درت لها شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الفلفل الحار على حسب الذوق. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبالصحه والراحه.